أجنبية سديدة غير متحيزة. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما احنا كلنا بنلمس الارتفاع الخاص بسعر الدولار، وكلنا بنتساءل هو الدولار هيفضل يعلى كده لغاية فين؟ طب ايه الإجراءات اللي بيتم اتخاذها من قبل المسؤولين في الدولة للسيطرة على ارتفاع هذا السعر، وكمان تحسين قيمة الجنيه المصري اللي هو أساس المعيشة الخاصة بينا. خلونا نفهم الموضوع بشكل تفصيلي وبشكل مبسط أكتر. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية. اهلا بيك، منورنا. دكتور، يعني انا عايزه ابسط المعلومه بشكل مبسط جدا عشان كل واحد بيشوفنا وبيتابعنا دلوقتي ربما غير متخصص في الامور الماليه، لكن عايزين هو عايش حياته وشايف الدولار بيعلى ازاي. بدايه، سعر الصرف الخاص بكل عمله من العملات، ايه مقومات تحديد سعر هذا الصرف بالنسبه لباقي العملات؟ مقومات تحديد سعر الصرف مرتبطة في الأساس بالحالة الإنتاجية للدولة، يعني مرتبطة بميزان المدفوعات للدولة، قد إيه الدولة بتنتج وقد إيه الدولة بتستهلك. فإذا أي دولة هتلاقي عندها عجز في الإنتاج مقابل الاستهلاك لازم هيبقى في عندها خلل في سعر العملة بتاعتها قدام العملات الأجنبية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا النهاردة بدي العالم الخارجي قد إيه منتجات وباخد من العالم الخارجي قد إيه منتجات. فأنت هتكتشفي إن إحنا عندنا خلل مزمن في ميزان المدفوعات المصري بيعبر عن حالة العجز اللي موجودة، حالة العجز الإنتاجي اللي موجودة عندنا هنا في مصر. ما بين، يعني هل أنا لو أخدت ده آخد معنى كده إن أنا بقارن ما بين الصادرات وما بين الواردات الخاصة؟ ده أكيد جزء من المعيار، لكن مش ده كل المعيار. مش الأساس. لا طبعا مش ده كل شيء، لكن تمام. ده جزء كبير طبعا من الموضوع، لأن أنا في النهاية يعني الصرف الأجنبي ده بيعبر عن أشياء أخرى تانية. احنا عندنا ديون مصر مديونة بيها، بنضطر ان احنا ندفع عنها أقساط دورية لنادي باريس وللبنك الدولي ولمجموعة أخرى من الناس. دي حاجات بتكبل احتياج الدولة للعملات الأجنبية. وخلينا نقولها ببساطة للمشاهد. ببساطة أنا النهاردة عندي طلب قد إيه على الدولار عشان أستورد احتياجات المواطن. أنا محتاج النهاردة كمية منتجات من العالم الخارجي، محتاج كمية دولار تبقى موجودة جوه مصر عشان أرجع تاني أجيب بيها المنتج ده من بره. طيب دخل مصر من الدولار بيجي لنا منين؟ أنا عندي مصادر للدخل أساسية الدولة بتعتمد عليها زي قناة السويس وزي ما كان السويس والتحويلات العاملين، تحويلات العاملين والسياحة، لكن السياحة طبعا ده مش الأساس. المفروض إن الأساس يكون حالة الدولة الإنتاجية، يكون إحنا بنصدر قد إيه للعالم الخارجي، قد إيه إحنا بنديهم منتجات، عشان هو ده اللي هيقدر يحرك من حالة الاقتصاد القومي اللي بيحصل عندنا في مصر. بس في الحقيقة لو قلنا كده بس وقفنا هتبقى الصورة ناقصة. بمعنى ان احنا عندنا عجز، لكن العجز ده ما يرتبش الزيادات الغير معقولة اللي بتحصل عندنا هنا في مصر. الزيادات الغير معقولة في سعر الدولار بالنسبة لقيمة الجنيه، وده الحقيقة اللي انا كنت عايزة اقول يعني اسأل عنه. الجنيه قبل كده كان ليه قيمة، ما هو وكان يعني في وقت من الاوقات اغلى من الدولار، ربما ده طبعا من فترة زمنية الى حد ما مش قليلة، ولكن كان محتفظ بقيمته وفضل يعني الى حد ما بيقاوم. لكن في الفتره الاخيره في كام سنه اللي فاتوا دول لا، ده بقى في انهيار في قيمه الجنيه امام الدولار. ليه؟ هو في تحليل علمي للموضوع، يعني خلينا نقف عند مش مساله راي، انما مساله معلومات ومساله علم. الاقتصاد هو علم بيدرس ويبحث وفي اسباب منطقيه. تمام. في الاساس زي ما اتفقنا ان مفيش حاجه هتغير من واقعنا غير انتاجنا، غير لما نبدا نشتغل، غير لما تلاقي المواطن نفسه بيشتغل باجتهاد، بيشتغل في كل ساعات العمل بتاعته. هو ده الحاجه اللي هتغير الواقع بتاع مصر. لكن في الحقيقه مش ده السبب الكلي. بمعنى ايه؟ احنا عندنا النهارده تضخم في مصر. التضخم ده معدله السنوي 10%، فالمفروض ان يترتب عليه زياده في الاسعار بنسبه 10%، فده هيترتب في زياده في سعر الدولار 10% سنويا. ده النتيجة الطبيعية اللي المفروض تحصل. فلو حطينا ملاحظة ان احنا من 5 سنين كان سعر الدولار 6 جنيه. تمام. بإذن هذا السعر لو زاد في ال5 سنين دول 10% كل سنة، المفروض ان سعره يبقى الطبيعي بتاعه النهاردة 9 جنيه او 8 جنيه و80 قرش، زي ما البنك المركزي فعلا
حاطط له التسعير ده. ده معنى كده ان انا عندي التضخم ثابت طوال هذه السنوات. طبعا الحكومه حريصه على ان التضخم يبقى معدله ما بين 9 و10%، وبتبذل كل المجهودات ان ده ما يزيدش عن لا، اكتر ده انا من مش ده. عايزاه يزيد، ده انا عايزاه اقل يعني. المفروض طبعا المفترض ان انا مش اثبته، لا ده انا احاول ان انا اقلله. خلينا نتفق ان احنا خارجين من ازمه، يعني خلينا نحط ايدينا في ايد حكومتنا ونبقى واثقين فيها ونشوف احنا ازاي هنحل المشاكل. الوضع طبعا ان احنا كنا متوقفين انتاجيا، في مصانع كتير كانت واقفه عن العمل. احنا مصر خسرت كتير بسبب السياحه في 2010 لوحدها كانت بتدخل لنا 12 مليار دولار في السنه، وده دخل مش قليل خالص، يعني ده كان تقريبا بيكفي حوالي 20% من المواد اللي مصر بتستوردها من الخارج. فاحنا خسرنا الحاجات دي. فخلينا نقول الحكومه بدات منين؟ يعني الازمه الموجوده والحكومه بدات تحلها من انهي نقطه؟ فالحكومة بدأت تحل من وضع عاجز في الاقتصاد الكلي، لكن الحل ده للأسف بمعنى إيه؟ لا يعني عايزة أفهم برضو اللي بيشوفنا. بمعنى إن إحنا كان عندنا المشكلة الأساسية في الإنتاج. تمام. لكن مش ده كل اللي وصل الدولار النهاردة للأسعار اللي موجود عليها في السوق الموازية. اللي مرتب ده وضع مصر بتعاني منه من سنوات طويلة. صحيح. وهو تثبيت سعر الدولار. بمعنى إيه؟ الحكومة النهاردة مهما الدولار خسر هي حريصة على انها تحط له سعر اسمي على الشاشة بتاعة البنك المركزي، وتفرض على البنوك اللي موجودة في الدولة انها ما تبيعش وما تشتريش بأعلى من السعر ده، اللي هو السعر بتاعنا اللي هو كامل معلن 8 جنيه 78 قرش. لكن الواقع حتى لو قل، يعني ايه حتى لو قل سعر الدولار نتيجة اي عوامل تانية، لا برضو بثبت انا بالنسبة لي السعر؟ هو الوضع دلوقتي انه مش يعني المفروض انه ما بيقلش. لا انا بتكلم قبل كده، انا بتكلم على مدار السنوات يعني اللي للاسف برضو ان السنوات اللي فاتت هو ما قلش عشان التجربة دي تحصل. فايه اللي بيوصل الموضوع لكده؟ يعني زي ما حطينا ان الدولار لو هنمشي على حالة العجز حتى اللي عندنا، يعني لو احنا افترضنا ان هي مشكلة الانتاج اللي عندنا هي اللي بتتسبب في زيادة سعر الدولار، طيب يبقى المفروض الدولار ده يزيد كل سنة 10% بس. تمام. ايه اللي بيخليه يزيد 20؟ يعني الملاحظ النهارده لما حضرتك تسمعي كل الاخبار المتداولة على المواقع. صحيح. ان الدولار النهارده 11 جنيه ونص. ده معناه انه زاد في ال5 سنوات الماضية حوالي 100% من ثمنه. الطبيعي انه كان يزيد 50%، يعني الطبيعي وفقا للاحصائيات وفقا لمؤشر التضخم انه كان يوصل ل 9 جنيه السعر اللي حطه البنك المركزي. اللي هي 10% سنويا على مدار 5 سنوات، يعني حوالي 50%. فهيزيد على 6 جنيه 3 جنيه فهتبقى ب 9 جنيه. هيبقى ده المعدل اللي البنك المركزي فعلا شغال عليه، وده اللي يتوازى كعلاقه طرديه مع معدل التضخم بتاعنا. تمام. لكن ده مش حاصل. ليه مش حاصل؟ لان البنوك ما عندهاش اوريدي دولار. طيب خلينا نمسك جذور المشكله. ايه اللي خلى السوق الموازيه تمشي في ارتفاعات متتاليه ب 20% متتاليه؟ يعني لو هو بيزيد زياده طبيعيه 10%، هم بيزودوا كمان عليها 10% تانيه. وده ناتج على ان ده ناس بتشتغل في خارج عن الرقابه. يعني انا بتكلم عن سوق موازيه، بتكلم عن سوق سودا. ده عمل اجرامي وعمل بدون رقيب، وانت ما تعرفيش اللي بيشتري النهارده الدولار هو بيشتريه منك هو بيكسب هامش ربح عليه قد ايه، انت مش عارفه. يعني الحكومه فرض على البنك لو البنك هيقوم بعمليه تغيير للعمله، البنك ما بيكسبش في العمله اكتر من 10 صاغ بريزه بس، 10 قروش، هو ده اللي هو هيكسبه مقابل تبديله للعمله. لكن تاجر العمله اللي شغال في السوق السوداء ده يا ترى بيكسب كام؟ طيب النهارده الناس دي بقت بتستغل الوضع على انه وضع بيقوموا فيه بالمضاربه. يعني ايه بالمضاربه؟ بس ده موجود على مستوى العالم يا دكتور، يعني هذا النظام موجود على مستوى العالم، مش موجود في مصر بس، وبالرغم من كده في اليات للضبط والرقابه. انا هستأذن حضرتك وهنرجع نتكلم في الجزئيه دي، لكن برحب بالاستاذ الدكتور نبيل البشبيشي المتخصص في الامور الاقتصاديه والخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا نجلة هاني، وتحياتي للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور نبيل. يعني بالتاكيد حاله ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري واضحه لينا كلنا بشكل كبير، وهناك العديد من الاجراءات اللي بنسمع عنها زي تحرير سعر الصرف، زي تثبيت سعر الجنيه. يعني الحقيقه العديد من المصطلحات اللي ربما المواطن البسيط او العادي مش على درايه كامله بيها. حضرتك شايف ايه الاجراءات اللي بتتم في الوقت الحالي لمواجهه ارتفاع سعر الدولار؟ هو واضح ان الحكومه بتاخذ بسياسه اصلاح مالي كلي. سياسه الاصلاح المالي النقدي فقط، او اللي بتعتمد على السياسات النقديه فقط، بتبقى سياسه عرجاء، لان هي مرتبطه اساسا بسياسه اصلاح
مالي كلي. الصدد ده الحكومه داخله بقانون القيمه المضافه، داخله بقانون اصلاح قطاع الاعمال العام، داخله بقانون يشجع الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر. كل الامور دي بتعمل نوع من الاستفاضه الاقتصاديه الشامله اللي تتناسب مع الظروف الحاليه، ان سعر الصرف طبعا بيعكس في قوه الاقتصاد وتنافسيته. بلا شك ان الاقتصاد المصري بيمر بمشكله، ولابد ان احنا كلنا نعيش هذه المشكله ونحسها تمام كمواطنين. تمام. طيب تثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي، هل حضرتك شايف ان هذا الاجراء له الاثر بشكل مباشر على الارتفاع في سعر الدولار او في قيمه الجنيه امام الدولار؟ لا، هو البنك المركزي بيثبت سعر الصرف للدولار بالنسبه للسلع الاساسيه اللي بيحتاجها المواطن البسيط. تمام. اللي هي احنا عارفين منتجات الحبوب الاساسيه، القمح، الزيت، البان الاطفال، الادويه، ده بيديها بالسعر المعلن بالبنك المركزي وفقا لاولويات وقوائم البنك المركزي وزعها على البنوك. انما بقيه الاحتياجات بيشتريها راغبها من السوق الموازي. وبرضك الجانب ده في جانب ايجابي، لان لما بيرتفع سعر الدولار في السوق الموازيه بيبقى في تقليل للاقبال على السلع المستورده البديله اللي نازله في السوق. تمام. برضك النقطه اللي انا باكد عليها ان لابد احنا كمجتمع كلنا نشعر اننا في ازمه فارقه اقتصاديه. صحيح. بيترتب على كده عليه ان احنا لابد ان احنا نشجع حاجتين، الحاجه الاولانيه ان احنا ننتج. تمام. كل واحد في مجال عمله ينتج. والجانب الثاني ان احنا نقبل على استخدام السلع المصريه، ودي نقطه مهمه جدا. في حاجه اهم برضك وتمشي موازيه، ان انا اقلل بصفه عامه من انفاقي الفاقد، بمعنى ان لو انا كل واحد في بيته عشان يحس بالمشكله ويلاقي ان في لمبه مضاءه بدون عائد عليه، لابد ان يسعى فيها. صحيح. استهلاكه في الميه يقلله. لابد نحس كلنا احنا مجتمع بنواجه مشكله وعلينا ان احنا نتكاتف عشان نعدي. ترشيد الاستهلاك بشكل عام بالنسبه للاسره المصريه او للمواطن المصري. اخيرا جدا جدا. اخيرا، تحرير سعر الصرف قد يكون له من الايجابيات ما ينعكس على قيمه الجنيه امام الدولار؟ لا، هو عايز اقول لك يعني ايه قيمه العمله بالنسبه للعملات الموازيه ليها ما بتعكيش قوتها. يعني ثاني اقتصاد في العالم الصين. الصين اليوان بالنسبه للدولار قيمته محدوده، والصين حتى بتحافظ على انخفاض قيمه اليوان. تمام. يوان علشان يبقى لها مركز تنافسي بالتصدير. انما الصين دوله منتجه، برضك خدي بالك احنا ما بننتجش. صحيح. فدي جزئيه مهمه. صحيح. انما لابد بصفه عامه الانعكاس يمكن الايجابي الوحيد اللي انا اشرت ليه لارتفاع الصرف، انخفاض قيمه العمله قصاد العملات الاجنبيه، ان بيبقى فيه ترشيد للاستيراد الطرفي غير المنتج، لان اسعاره بتزيد وتنافسيته في السوق بتزيد. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أهلا بيك يا دكتور نبيل البشبيشي، شكرا لحضرتك. ويعني إن شاء الله بنتمنى اتخاذ الإجراءات السليمة تجاه هذا الموضوع من قبل المسؤولين بإذن الله. شكرا لحضرتك مرة تانية. دكتور أحمد، يعني هو في نفس السياق. طبعا في نفس السياق، وأنا بتفق معاه في كل حاجة هو قالها. أنا شايفة إن الإنتاج هو الأساس، إن احنا طبعاً نشتغل وإن احنا ننتج ونكون عندنا طبعاً اكتفاء ذاتي من العديد من السلع والخدمات اللي بنستوردها ربما بدون داعي. أعتقد ده هيكون عامل أكيد طبعا، بس دي مش كل المشكلة. زي ما اتفقنا ان في خطوات الحكومة دلوقتي بتاخدها من اجل الاصلاح ده، والاصلاح دي خطة متكاملة. يعني مش هيتغير وضعنا كتير بان احنا نحرر سعر الصرف بس، لان ده ليه زوايا ايجابية وليه زوايا سلبية، لكن هي خطوات متتالية لازم تتخذ مع بعض. وده فعلا أولوياتها ايه؟ أولويات هذه الخطوات. خلينا نقف النهارده على ان في مشكلة حاصلة. احنا يعني لو حضرتك لاحظتي من شهر مارس لشهر يونيو النهارده الدولار زاد 2 جنيه. تمام. في السوق الموازية. تمام. هل احنا عندنا عجز في الانتاج؟ وضعنا اتغير في ال3 شهور دول بما يسمح ان الدولار ينخفض او يرتفع سعره قدام الجنيه 30%؟ لا، ما حصلش. يعني ده كلام مش واقعي. صحيح. لكن الواقعي ان في ناس بتضارب، ان في ناس شغلتها ان هو عايز يكسب. هو النهارده عنده جشع. هذا الجشع بيعبر انه عايز يكسب باي شكل من الاشكال، وللاسف في عنصر موجود في المنظومه الاعلاميه بيساعده،
في بعض المواقع للجرايد الغير مسؤولة اللي موجودة على فضاء الإنترنت اللي بتعمل على نشر خبر يومي بخصوص سعر الدولار في السوق الموازية، وده ليه خطورة شديدة جدا على الاقتصاد القومي المصري، لان الاخبار اللي بتتداول دي ملهاش اساس. يعني حضرتك لو جيتي تسالي محرر صحفي من بتوع المواقع ما عندوش مصدر، هو سمع حد بيقول ان الدولار النهارده تم تداوله ب 12 جنيه، هو بيسال سوق الصرافه، يعني هو بياخد معلومته ربما من صديق، ربما من مفيش مرجعيه اساسيه تدي القيمه دي. النهارده لما تلاقي على موقع مكتوب 12 جنيه، موقع تاني 11 جنيه و90 قرش، موقع ثالث 11 جنيه و70 قرش، طيب انت مواطن النهارده معاكي دولار، هل هتقبلي ان انت تبيعيه اقل من اعلى سعر انت سمعتي عنه؟ طيب هرجع تاني لنفس السؤال اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما ناخد اتصال مع دكتور نبيل، وهو طب ما سوق الصرافه موجوده مش عندنا بس، دي موجوده في كل الدول، آلية ضبط العمل الخاص بيها وعدم مساسها يعني الصالح العام بالنسبه وجود للدوله. السوق الموازيه ده ما بيعملش مناخ جاذب للاستثمار، بالعكس ده مناخ طارد للاستثمار. يعني فكره وجود سوق سوداء للعمله ما تفتكريش ان دي حاجه تجذب المستثمر، ولو كانت دي حاجه موجوده فدي حاجه موجوده في الاسواق الناميه او المتخلفه. يعني خلينا نقول ان اي دوله ناجحه او اي دوله في سبيل النمو عندها خط واضح، انت كمستثمر ازاي تقدري تغيري العمله المحليه لدولار. ما ينفعش انا اجي انصحك انت كمستثمر لما تجيلي مصر عشان تستثمري اقول لك روحي غيري الدولارات اللي معاكي في السوق السوداء اللي انا مش عارف هي سعرها بدقه كام. حضرتك شايف ان مكاتب الصرافه دي بتشكل مشكله او عائق كبير فيها؟ مكاتب الصرافه اللي بتشتغل دون السعر الحكومي، اللي بتشتغل خارج اطار الرقابه الحكوميه. مكاتب الصرافه اللي بتشتغل خارج اطار الرقابه الحكوميه هي دي اللي بتشكل لنا المشكله النهارده. وزي ما قلنا مين بيدعمها؟ بيدعمها المواقع الالكترونيه الخاصه بالصحف، وصحف المفروض انها مسؤوله على فكره. يعني انا ما بكلمكيش عن جرايد صفرا، لا ده انا بتكلم عن جرايد مؤثره في المجتمع المصري، المواقع بتاعتها بشكل يومي بتنشر اخبار ان الدولار ارتفع النهارده لاسعار هي انت ما تعرفلهاش اساس. بس ده بيدفع المواطن بفكر ان يقول انا النهارده معايا دولار، لو انا هروح اغيره انا مش هغيره اقل من السعر اللي انا سمعت عنه. صحيح. فبالتالي هو بينزل السوق يدور على حد ياخد منه الدولار باعلى سعر هو سمع عنه. طب ما يمكن تبقى دي مشكله محدوده في منطقه معينه، يعني يمكن صديقك اللي انت سالته وسمعت منه السعر ده هو كان عايز يجمع مبلغ معين فحط سعر عالي. انما ده مش معناه ان هي في عموم الجمهوريه مش حاله عامه، لكن نشر الخبر بالشكل ده بيخليها حاله عامه. ودي خطوره الاشاعه. النهارده انت لما بتطلقي شائعه بسعر جديد للدولار ده بيخلي السعر الجديد يتم تعميمه. يعني انا لما بطلع النهارده على الموقع بتاع الجريده دي واقول الدولار ب 12 جنيه يبقى بكره الدولار هيتباع ب 12 جنيه. لما هطلع بكره اقول هو ب 15 بكره هيتباع ب 15. آلية التحكم فيها او آلية الرقابه عليها من وجهه نظر حضرتك، من وجهه نظري ان لازم ازاي؟ رقم واحد احنا بنناشد النائب العام انه لازم يتخذ قرار بمنع تداول اخبار السوق الموازيه من خلال المواقع الاعلاميه او الجرايد. طبعا الجرايد المكتوبه ما بتقدرش تنشر اي خبر عن السوق الموازيه، لكن للاسف فضاء الانترنت عشان معلوش رقابه بينشر الاخبار اللي من النوع ده، والاخبار دي لما بتنتشر في المجتمع ده بيحط السعر هنا. يعني ده فعلا بيجبر السوق ان هو الناس عايزه تبيع باعلى سعر. انا معايا دولار مش عايز اخسر، يعني لو قلت لك ان انا مش عايز اكسب بس على الاقل مش عايز احس بالخساره. يقول لك مش عايز تضحك عليا، يعني ده انت اتضحك عليك بعته بسعر قليل. بالظبط لا كده. هو مش كده، هو السعر ده اصلا مش موجود. فالنهارده خطوره الشائعات دي وخطوره المواقع الاعلاميه الغير مسؤوله دي خطوره شديده جدا، ولازم النائب العام يتخذ قرار النهارده بوقف النوع ده من الاخبار. دي خطوه من الخطوات، دي الخطوه الاصليه. لان الخطوه الثانيه ان الحكومه عارضه مشروع قانون لتغليظ العقوبه، وده معروض النهارده على مجلس النواب لتعديل تداول خارج المنظومه الحكوميه. يعني النهارده للاسف القانون رقم 88 لسنه 2003 وهو القانون الخاص بالبنك المركزي بيجرم في الماده 111 و114 و126 منه تداول الدولار بسعر غير السعر المعلن من البنك المركزي. تمام. لكن لا، للاسف العقوبات اللي موجوده في القانون ده عباره عن غرامه من 10000 جنيه ل 20000 جنيه. فطبعا الغرامه دي مبلغ ضعيف جدا ولا تشكل ردع عام عند المواطن او عند الراجل اللي بيشتغل في السوق السوداء. الانسان الجشع اللي بيشتغل ده لازم يبقى فيه عقوبه حبس، لان خطر اللي هو بيعمله على الاقتصاد القومي زي تاجر المخدرات بالظبط.
فولا يجب على جريده مسؤوله انها تنشر مثلا دي خبر. موجوده العقوبات دي ولا احنا محتاجين احنا محتاجينها هو النهارده. الحقيقه احنا كنا عارفين ان في لقاء النهارده ما بين السيد محافظ البنك وبالفعل الحكومه عارضه المشروع ده، معروض المشروع القانوني النهارده، معروض تشريع بيعدل العقوبات الموجوده في القانون رقم 88 لسنه 2003 عشان بدل ما تبقى غرامه 10000 جنيه لازم يبقى في عقوبه حبس اكتر. الخطوه اللي بعد كده علشان نقدر ان احنا الخطوه اللي بعد كده اللي احنا لازم نوصل لها النهارده، لازم يبقى في حل جذري. يعني ايه لازم يبقى في حل جذري؟ مساله تخفيض سعر العمله النهارده بترتب في السوق اهتزاز اكتر منها حل. يعني البنك المركزي النهارده لما جه حاول في شهر مارس انه يعالج الفجوه اللي موجوده في سعر العمله، فتم تخفيض قيمه الجنيه امام الدولار. هل هذا التخفيض اتى بثماره؟ لا بالعكس، راحت السوق الموازيه قدام التخفيض اللي انت عملتيه خفضت مرتين. يعني كان ساعتها كان السعر الحكومي 7 جنيه و70 قرش، وكان السعر في السوق الموازيه 9 جنيه. بمجرد ما البنك المركزي خد القرار بتخفيض جنيه واحد ورفعه من 7 جنيه و70 قرش ل 8 جنيه و70 قرش، راحت السوق الموازيه النهارده رافعه ل 11 جنيه. يعني انت خفضتي جنيه، هم رفعوا قدام الجنيه ده 2 جنيه. تمام. ففكره ان احنا نقوم بتخفيض او يبقى في اخبار زي اللي بيتم تداولها ان الجنيه هيتخفض، انا بقول ده مش هيحصل. طيب في خطوه اضافيه كمان حضرتك؟ الخطوه اللي لازم هتحصل عشان لا يصح الا الصحيح، خلينا نقول ان مصر غنيه بالعلماء في مجال يعني الاقتصاد، بالموارد وبالعلماء، وهي دي طبعاً. الاشكاليه اللي دايما احنا مدركين حجم خطوره الموقف وحجم الازمه اللي البلد بتمر بيها، لكن طبعا الاصلاح ما بيمرش في يوم وليله. ده الاصلاح ده مساله بتحتاج لوقت، والمساله ما هياش قرار هيصدر فمشاكل المجتمع هتتحل، بالعكس ده القرارات دي بس بهدف تهيئه المناخ، لكن الانتاج هو اللي هيحل المشكله. خلينا نتفق ان فكره ان يبقى في سعر صرف ثابت، هذه الفكرة لا تتناسب مع الرأسمالية ولا مع الاقتصاد الحر أصلا. ده هيخلينا نتكلم على تحرير سعر طبعًا. الصرف. يعني خليني برضو، لأن الجزئية دي الحقيقة أنا حابة أن أنا أشرحها طبعًا لعدد كبير، لأن مش كتير عارفين يعني إيه تحرير سعر الصرف وإيه الآثار اللي ممكن تترتب عليه. فيا ريت حضرتك سريعا تدينا فكرة. تحرير سعر الصرف يعني زي اللي حصل في السوق الموازية بالظبط، عرض وطلب. لو الدولار متوفر يبقى سعره هيبقى رخيص، لو الدولار مش متوفر يبقى سعره هيبقى غالي. تمام. بس في إطار الرقابة الحكومية، يعني في ظل بنك يكون بيشتغل في العملية دي بيكسب 10 صاغ بس في عملية التحويل. يعني أنا بستعيد عن السوق الموازي بسوق طبعا. آخر، ولكن تحت مظلة رقابية مراقب طبعا. عليها حكومية بتخضع لشروط معينة. أنا النهاردة فارض على البنك النهاردة ليه ما يقدرش يشتري منك؟ أنت ليه مش هتروحي تبيع الدولار بتاعك للبنك؟ أنت مش هتروحي تبيع الدولار بتاعك للبنك عشان سعره، عشان أنا مش هبيع للبنك ب 8 جنيه و80 قرش عشان سعره قليل. عشان سعره قليل. لكن أنا بكرة لو سمحت للبنك إنه يتحرك بالسعر بتاعه بما يتناسب مع حركة العرض والطلب في السوق، هتلاقي الناس هتروح للبنك. ايه اللي هيخليكي تروحي لواحد تحت بير السلم عشان ياخد منك الدولار وممكن ينصب عليكي؟ فانت مش هتعملي كده، انما انت هتروحي ساعتها للبنك. ده ممكن، وللاسف يعني تحرير سعر الصرف عندنا هنا في مصر حاجه من الحاجات سيئه السمعه شويه، لان كانت ليه اثار سلبيه قبل كده في 2003 طبعا، انه مع محافظ البنك المركزي الاسبق دكتور فاروق العقده، اعتقد كان في اقتراح اظن انه قبل دكتور فاروق العقده، لكن كان يعني في الفتره طبعا هو كان ترتب عليه زياده في الاسعار. لكن للاسف الزياده دي كانت زياده طفيفه جدا. يعني بالنسبه للواقع ان السوق السوداء النهارده بتزود عليا في 3 شهور 2 جنيه، لا انا لما ازود 10 جنيه 10 قروش في ثمن منتج. هل يعني عمل نوع من التحكم في الزياده الخاصه باسعار الدولار في الوقت دوت؟ يعني قدر ان هو يكون ليه عنصر الضبط الى حد ما على الزياده اللي بتحصل؟ احنا النهارده ما بين يوم والتاني بيحصل ارتفاع في سعر الدولار، فهل ده يعني في الوقت التجربه اثبتت ان هو لا ليه القدره على التحكم في هذه الزياده؟ كل الدول اللي سبقتنا في النمو وصلت لمرحله انها لازم تحرر من سعر العمله بتاعتها، ودي مرحله لازم هنوصل لها في مراحل الاقتصاد بتاعتنا. يعني اجلا ام عاجلا احنا هناخد القرار ده. قد يترتب عليه بشكل مباشر ارتفاع لقيمة الدولار، وده هيحصل، لكن على المدى الطويل وعلى المدى الأبعد هو ده النجاح الاقتصادي. النهاردة ان احنا نحرر سعر العملة بتاعتنا ده هيكون ليه تراتبية إيجابية جدا. لكن زي ما كان الدكتور بيتناقش معاكي في المداخلة، الموضوع هيترتب عليه فعلا زيادة في الأسعار مبدئيا، لكن زيادة في حدود قد ايه؟ زي ما هو قال، هي الحكومة النهاردة بتحافظ على سعر الصرف ثابت من خلال عطاءات بيطرحها البنك المركزي بشكل دوري. البنك المركزي بينزل للبنوك كل شهر حوالي 500 مليون دولار. ال 500 مليون دولار دول بينزلوا بسعر 8 جنيه و80 قرش.
بالسعر المدعم. لو السعر الرسمي اللي احنا السعر الرسمي عارفينه الحكومه بتطلع من الاحتياطي عندها وتنزله عشان البنوك تقدر توفي احتياجات المستوردين للسلع الاساسيه. طيب ال 500 مليون دولار دول بيمثلوا قد ايه من نفقات مصر في الاستيراد؟ وفقا للتقرير المعلن من الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، مصر بتستورد في الشهر ب5 مليار دولار. صحيح. يبقى انا لما انزل له 500 مليون دولار يبقى انا بشارك ب 10% بس من عمليه الاستيراد اللي بتقوم بيها الدوله. يعني الحكومه النهارده بتنزل لي دولار مدعم ل 10% بس، انما ال 90% هو اوريدي المواطن بيشتريهم بسعره الحقيقي اللي هو 11 جنيه او 11 جنيه ونص او وات زي ما المستورد جابه. يبقى اذا النهارده مفيش تاثير كبير هيحصل، لو الحكومه بطلت تنزل ال 500 مليون دولار دول وتركت الامر لحريه سعر السوق. قد يترتب ان السعر يرتفع بس انت لو حسبتي 500 مليون دولار احنا بنخسرهم كل شهر، الحكومه بتدفعهم لتمويل السلع دي. يعني لو انا عندي 30 مليون مواطن انا بدعمهم، نصيب الفرد فيهم في الشهر حوالي 16 دولار، يعني حوالي 160 جنيه. انا عندي ادعم المواطن بال 160 جنيه دول بشكل مباشر، ولا اني ارجع انزلهم للبنوك واحاول احافظ على سعر صرف ثابت وبيؤدي لخسائر في ظل وجود السوق الموازيه دي. طيب انا بس عشان السياسات البنكيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي برضو، هل هذه السياسات يعني بيتم التعامل بيها في عدد من الدول؟ طبعا يعني طبعا الدول السابقه كل الدول اللي سبقتنا في الرأسمالية هي النهارده ماشيه مع حريه السوق، وعشان كده البنك الدولي حاطط علينا قيود النهارده ان هو يدينا ايه اللي مخلينا متراجعين في مؤشر الاعمال للبنك الدولي. جزء كبير من التراجع ده مرتبط بان احنا مؤيدين سعر الصرف. المستثمر الاجنبي هيجي لك ازاي وانت ما عندكيش صرف في البنوك بسعر حر؟ هو النهارده مش هيروح السوق السوداء. انا عامل مناخ طارد للاستثمار عندي، وبحاول ان انا اعالج الوضع بالخساره. يعني الحكومه بتخسر كل شهر، بتتحمل هي الفرق طبعا 500 مليون دولار طبعا. واقول لحضرتك ده برضه ما بيعالجش السبب. تخيلي البنك المركزي طرح عطاءات استثنائيه بحوالي 2 مليار دولار في خلال ال4 شهور اللي فاتوا عشان يعالج مشكله السوق الموازي. وكل ما البنك المركزي بينزل عطاء استثنائي هم بيزودوا السعر اكتر من خلال الشائعات اللي احنا بنتكلم عليها. احنا اتكلمنا عن اثر الشائعات بالفعل، لكن وان احنا في احتياج. اقول لحضرتك مثال اكثر ضجه يعني سريعا البنك المركزي لما رفع سعر قيمه العمله، لما خفض قيمه الجنيه، ده ما رتبش زياده في التضخم في مؤشرات التضخم اكتر من 1%. يعني معدل التضخم الشهري في مصر 1.23%. لما خفضنا قيمة الجنيه زادت بقت 1.24%. العكس بالعكس، بسبب الإشاعات بنقص الرز وبسبب استهلاك المواطن في رمضان، مؤشر العجز زاد بقى 3.5%، زاد 2% كاملين. فلا، ده مسألة الشائعات دي مسألة خطيرة جدا. أكيد. أنا ما يجبش إن أنا أسمح لأهل الشر ولا للناس الجشعة إن هي تتحكم في مستقبل البلد، حتى لو كنا هنخسر بشكل مباشر. ولا بد ان انا اوجد البديل بالنسبه للمواطن. خليني اقول لحضرتك النقط سريعا لان التتر على الهواء. طيب. الجمله اللي حضرتك الايجابيات تحرير سعر الصرف، زياده الصادرات بتاعتنا، لان انا لما هاجي احرر سعر الصرف وعندي قيمه العمله المصريه هتقل، هزود هيبقى بالنسبه للمستثمر الاجنبي او الراجل اللي بيستورد من عندي البضاعه المصريه رخيصه، هيقدر يستورد. تمام. تاني هقدر احد من الصادرات، لان ده هيرفع من سعر الصادرات فالمواطن هيبعد عنها. تمام. ده عامل مهم جدا في جذب الاستثمار الاجنبي، وعامل مهم جدا في زياده التوظيف وفي زياده معدلات الانتاج. اذا لابد من الاهتمام بشكل كبير جدا بالخطوات اللي بتتم والقرارات اللي بيتم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، لان ده عنصر اساسي من عناصر تحسين الاقتصاد في مصر، وده اللي بنتمناه بشكل كبير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصاديه، نورتني يا فندم. شكرا جزيلا. في نهايه لقائنا بنتمنى بالفعل ان يتم اتخاذ كافه القرارات الصالحه لتحسين حاله المناخ الاقتصادي في مصر وتحسين حاله الاستثمار لانعكاسها على حياه المواطن المصري. بكره باذن الله حلقه نهايه الاسبوع من الاقتصاد والناس. بشكركم والى اللقاء.